معظمنا كمستخدمين المترو خاصة الخط الأول عدينا على تجربة الوقوف في طوابير طويلة عند شباك التذاكر عشان نقطع تذكرة. غالبا الكلام ده هيحصل معاك مرة واحدة في اليوم لو انت رحلتك هتبدأ وهتنتهي في أي خط من خطوط المترو التلاتة. لكن تخيل معايا لو رحلتك هتبدأ من محطة مترو وهتنتهي بمحطة من محطات قطار العاصمة، أو مستقبلا رحلتك هتبدأ من قطار العاصمة مرورا بالخط الثالث وصولا للمونوريل. هل المفروض تنزل عند كل خط جديد وتشتري تذكرة جديدة، ولا المفروض يكون معاك 3 اشتراكات مختلفة لكل خط من الثلاثة؟ طب لو عدد خطوط وسائل النقل زاد، هل المفروض يزيد معاها عدد الاشتراكات اللي المفروض تكون معاك؟ السؤال ده وأسئلة تانية هنجاوب عنها في حلقتنا النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست موبيليتي هاسل، أول بودكاست بيتكلم عن الموبيليتي والنقل بالعربي. لو دي أول مرة تسمعنا فاحنا بنستضيف في كل حلقة ضيف من العاملين في مجال النقل بيشاركنا تجاربه وخبراته ونصايحه. أنا أحمد الخصوصي ومعايا صديقي مصطفى شوشة، ودي الحلقة الرابعة من موبيليتي هاسل. ضيفنا النهارده مهندس محمد فاضل، ديبيوتي سيستم مانجر في شركه ار اي تي بي، خبره اكتر من 14 سنه في مجال الاوتوماتيك فير كوليكشن. هنتكلم معاه عن التذكره الموحده وامتى هنقدر نشوفها، وكمان عن التكنولوجيا الحديثه في عمليات الدفع وشراء التذاكر، واحنا فين من باقي دول العالم، وايه التحديات اللي بتقابلنا في المجال ده، وحاجات تانية كتير. اتمنى لكم حلقه مفيدة. طيب، ازيك يا هندسه؟ اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. ازيك يا هندسه؟ انت منورنا والله، ربنا يكرمك يعني ويبارك فيك. حبيبي ربنا يخليك الله ويبارك فيك يا يخليك. رب. انا ان شاء الله يعني انا متحمس جدا للحلقه بتاعت النهارده، وببلغ الساده المستمعين ان الحلقه تبقى انفورماتيف جدا، ومليانه معلومات ومليانه حاجات يمكن تكون جديده بالنسبه لنا كلنا، لان احنا معانا حد من اتقل الناس في مصر في المجال بتاع الاي اف سي او الاوتوماتيك فير كولكشن. فانا مستبشر خيرا يعني بالحلقه، ربنا يكرم ان شاء الله يعني. ان شاء الله تكون حلقه كويسه ونكون عند حسن ظن المستمعين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء بدايه الله. كده كنت عايزك بقى تعرفنا بنفسك. انا اسمي محمد فاضل. انا خريج هندسه منوف دفعه 2008. اشتغلت سنه كمعيد في هندسه منوف. مش معيد متثبت، معيد اللي هو بالكورس كده. بعد كده من 2009 بدات شغلي في الشركه المصريه اداره تشغيل المترو كمهندس معدات تذاكر او اي اف سي انجينير. هو احيانا بيطلق عليها طول اكويبمنت، يعني طول اكويبمنت انجينير. فضلت طول الفتره في يعني فترتي في الشركه المصريه اتنقل ما بين الخط الاول والخط الثالث، كصيانه في الخط الاول او متابعه لفتره الضمان في الخط الثالث. طول الفتره دي كان في طبعا اختبارات في انظمه معدات التذاكر في الخط الثالث او نظام الكونتاكت ليس في الخط الاول والثاني. كان في اختبارات سات واف تي او بي تي او، لغايه لما استلمت شركه ار اي تي بي الخط الثالث. ساعتها انا بدات، يعني كنت في نفس المكان في الخط الثالث، بدات العمل كهيد اوف اف سي في الخط الثالث مع شركه ار اي تي بي في 2021. آه، فضلت في نفس المكان طبعا لغايه اول السنه دي. دلوقتي حاليا انا ديبوتي سيستمز مانجر ما في شاء شركه الله. ار اي تي بي. ده ببساطه محمد فاضل، يعني كمسيره مختصره طب هندسة، يعني قبل ما ندخل في باقي التفاصيل الرحلة بتاعت حضرتك، عايزين أول تعرفنا كده بشكل بسيط ايه هو نظام الاي اف سي الاوتوماتيك فير كوليكشن، وليه اتوجد السيستم ده ابتداء. يعني انا كمشغل او انا كحد كاونر عايز اعمل نظام مشروع مترو او ايا كان المشروع، ليه فكرت اعمل نظام اي اف سي، وايه اللي فرقه عن الانظمه القديمه قبل كده اللي هو تحصيل التذاكر القديم؟ بص، هو نظام الاوتوماتيك فير كوليكشن او الاي اف سي هو نظام عشان هو شويه كومبوننت كده، كوليكشن اوف كومبوننت. عن طريقهم انت بتوتوميت التيكتنج سيستم، وده غالبا موجود في البابليك ترانسبورت نتوركس بس، يعني مش موجود في حته تانيه. الفكره ان انت بدل ما الدنيا تبقى مانيوال، يعني انت الاول اصلا الاوتوماتيك فير كونكشن ده ابتدى بمانيوال، يعني توكنز او بيبر تيكتس. يعني انت ممكن تروح لحد يقطع لك بيبر تيكت او يديك توكن، او حتى كان في تيكت فيندنج ماشينز بتبيع التوكنز دي. تاخد تمام. التوكن ودي هي دي الميديا بتاعتك اللي بتعدي بيها. طبعا ماشي. مع ازدياد البابليك ترانسبورت اصلا النتوركس، وطبعا والباسنجرز طبعا الكمبيوترز
زادوا على البابليك ترانسبورت، فطبعا ما كانش ينفع بقى، خلاص ما بقتش فاليد الموضوع يبقى مانوال. فانت لازم يبقى كان الموضوع يبقى اوتوميتد. حلو. يعني السيستم لوحده هو بيحسب هو اللي بيكالكوليت الفير، وهو اللي بيشيو التيكتس، وهو اللي بيفاليديت التيكت من غير اي تدخل من الاوبريتور او من الايجنت اللي موجود، عشان في ال- الاخر. اتفضل. السيستم ده اللي هو متمثل في إيه يا هندسه؟ يعني مكنه مثلا، يعني زي التي لا في ام بص، مثلا، ولا ايه بالظبط؟ لا السيستم عندك هو كذا كذا لاير. من اول اللاير زيرو اللي هي الميديا نفسها ايا كانت ماجنتيك او كونتاكت ليس، والجيت لاير 1، وعندك التوم، وعندك الستيشن كنترول يونت. ده في سيرفر في كل محطه، ده اللي بيكنترول الايكوبمنت اللي في المحطه كلها. هي التوم، معلش، اختصارها ايه، لايه بالظبط يا هندسه؟ التيكت اوفيس ماشين. تمام. انت عندك في اللاير 1، في السيستم نفسه كذا كذا لاير زي ما قلت. اوكي. الجيت دي اللي بتفاليديت التذكره. التيكت اللي معاك ايا كانت ماجنتيك او كونتاكت ليس، وعلى تمام. حسب انت مصرح ليك انك تدخل من المحطه دي او تخرج من المحطه دي ولا لا، او تمام. المحطه دي وزن الزون بتاعتك اللي انت قاطع عليها التذكره ولا لا، او البرودكت مثلا لو اشتراك معاك في كونتاكت ليس، فالمحطه دي او الدخول في الخروج، لا هي دي وزن الزون اللي انت شاري فيها البرودكت ده ولا لا. تمام. التيكت اوفيس ماشين او التوم دي اللي بتعمل لك السيل بتاع التيكت نفسه. انت بتروح لايجنت كده، سيلز ايجنت، الصراف ده، تقول له انا عايز تذكره مثلا المعادي، فهو عارف هو فين، وعارف مثلا هيديك التذكره دي بأنهي فئه، ال 5 جنيه او 7 جنيه على حسب عدد المحطات اللي انت هتمشي فيها. دي التيكت التوم او التيكت اوفيس ماشين دي جهاز كده زي بي سي، هو عليه سوفت وير، وعليه التيكتنج سوفت وير، وعليه بقى الزونات، انت عايز تدخل من هنا او تخرج من هنا، او على حسب المسار بتاعك بيبدأ يحدد لك انت في انهي قيمه سعريه يعني. لو عايز تشتري كارت كونتاكت ليس برضو، ده عن طريق التيكت اوفيس ماشين. بس احنا عندنا لو هتشتري كونتاكت ليس ببرودكت، يعني اشتراك طلبه مثلا او اشتراك جمهور، اللي هو بيبقى اتاشد بصوره او لازم يبقى فيه داتا بقى، لازم يبقى فيه ديتيلز. يعني انت لو بتشتري تذكره، لا التذكره دي مش ملهاش ديتيلز، اي حد يقدر يشتري تذكره. بس انت مهم. عايز تشتري تعمل اشتراك جمهور مثلا، فلا لا لازم يبقى فيه ديتيلز، اسمك مثلا، الاي دي بتاعك، فلازم يبقى عشان ده اتاجد بيك انت. وده مهم للطلبه مثلا، يعني الطلبه ده لازم هو بياخد مثلا اشتراك مدعم، فبالتالي لازم، لا انا لازم اخد ما يثبت ان هو طالب. وعشان الحاجه تفضل مخصصه لصاحب الدعم يعني. الدعم يصل لمستحقيه زي ما بيقولوا يعني. مهم. تمام. تمام. دي الايكوبمنت نفسها اللي فيها احتكاك ما بين الباسنجر او الاوبريتور وما بينها. يعني الجيت ده الانترفيس ما بين الباسنجر وما بينها، يعني انت الباسنجر بين بيحتك السيستم. بالجيت، السيلز تمام. ايجنت بيحتك بالتوب. فيما اوكي. فوق بقى ده الباك اوفيس بتاعك، من اول الستيشن كنترول يونت او السيرفر اللي موجود في المحطه، وبعد كده اللاين كنترول يونت اللي هو السيرفر المسؤول عن الخط بالكامل. كل ده بيسموه الباك اوفيس. ده اللي فيه الداتابيز بتاعتك، وده اللي بيجمع كل الداتا اللي موجوده في كل محطه، وبيطلعها تطلع لللاين كنترول يونت او ال سي يو، وبيأكيوميليت بقى كل الداتا دي يوميا، بيطلع لك منها بقى الريبورتس اللي بتطلب بعد كده كسيلز او كترافيك او ايا كان ايه اللي هيطلب، يعني ايا كان ايه المتاح موجود عنده. عظيم. ده مكونات الاي اف سي سيستم بصفه عامه يعني. انا كنت عايز برضو يا خصوصي اقول بعد اذن حضرتك، بعد اذن المهندس محمد، كنت عايز اقول
حاجه كان الباشمهندس فاضل كان علمها لي، يعني كان قالها لي اصلا. انا بحاول ان انا اجمع داتا عن كذا كذا توبيك كده في السكه الحديد. فكنا اتكلمنا واداني داتا عن الموضوع ده، وقال لي ان الموضوع كان يدوي في الاول خالص، وكان في دايما سرقه من الموظفين او من الكمبيوترز المسافرين نفسهم، ان في فير جامبنج، الناس بتركب وسيله المواصلات من غير ما بتدفع. ودايما كان في طوابير كتير، فالناس بتنفر عن استخدام وسيله النقل ديت، فالموضوع بقى اسهل واسرع. فده برضو تشجيعا للناس انها تركب وسيله المواصلات. بقى في قدرة أكتر إن أنا أعمل إحصائيات عن عدد الناس اللي بتركب من المحطة الفلانية للمحطة من محطة إكس لمحطة واي مثلا في الساعة اللي هي الفلانية راش أور أو حاجة. كنت بأكد على كلام الباشمهندس فاضل في حتة إن إن الأوتوماتيك فير كوليكشن لما جت، أو لما تم ابتكارها واختراعها في العالم، هي سهلت حياة كتير جدا من الناس، شجعت الناس كتير جدا انها تركب وسائل المواصلات، قللت الفساد سواء كان من المسافرين او من الموظفين. وفي نفس الوقت ادت امكانيه وقدره للحكومات انها تعمل احصائيات مختلفه للشعب يعني. فده نظام، يعني حاجه محترمه جدا جدا جدا، والدول دلوقتي بتطور من نفسها في الموضوع ده. صح كده وخصوصا هندسه؟ الموضوع، انا تلميذ صح شاطر. الموضوع، وخصوصا زي الفل. تمام. خصوصا الموضوع ده هيبقى مفيد لو انت عندك كذا اوبريتور اصلا في نفس الدوله. يعني انت، هو دلوقتي انت بتتكلم على ما فيش الا كايرو مترو بس بالثلاث خطوط، والال ار تي، وتقريبا مواصلات مصر عندهم برضو سمارت كارد شغالين فيه. بالظبط. حلو جدا، فالموضوع حلو جدا. الموضوع ده هيبقى، هتحس بقى تشوفه بقى بنتيجته الحلوه لما الموضوع ده يتعمم في كل البابليك ترانسبورت في مصر، ويبقى في انتجريشن بقى ما بينهم. يعني انت يا هتشوف رب. الموضوع ده، انت خلاص، لا الموضوع بقى سهل، الموضوع مفيد جدا اصلا. المفروض في الاخر هتبقى الكاستمر سيرفيس بتاعتك لا غير بصراحه يعني. اكيد طبعا، احنا هنتناقش معاك في الموضوع ده ان شاء الله ليتر اون في الحلقه. بس خليني بقى اتناقش معاك في التوك اللي انت عملتها في دبي. انا عرفت ان انت اه. سافرت دبي في مؤتمر عن التيكتنج سيستمز والفير كوليكشن سيستمز والكلام ده. والشيء تمام. المميز قوي ان انت كان ليك توك فيه. فانا كنت عايز اعرف مبدئيا كده باختصار ايه اللي حصل في المؤتمر ده كان معمول ليه، مين اللي حضره، هل مؤسسات ولا افراد مهتمين بالمجال، مين البراندات اللي كانت موجوده، او حتى البراندات اللي شغاله في الاوتوماتيك فير كوليكشن سيستمز في العالم كله، عشان خاطر الناس حتى تتابع التكنولوجيز المختلفه اللي بتنزل اول باول. واخيرا بقى التوبيك دي لازم تكلمنا عنها بالتفصيل وتقول لنا ايه اللي حصل واتكلمت عنها في ايه يعني. في الاول بص، هو المؤتمر ده الجهه اللي بتنظم المؤتمر دي تقريبا بتعمله في كذا قاره. يعني هي كل طول السنه المؤتمر ده بيتكرر في كذا دوله، وبتعمله على الاوتوماتيك فير بصفه خاصه. يعني بتتكلم على الاوتوماتيك فير كوليكشن، بتتكلم على الباصز. يعني في مؤتمرات خاصه للفير كوليكشن في الباصز بس. آه، الفكره من المؤتمر ده ان هو بيوضح لك، يعني اللي بيجي المؤتمر ده بيحضر هو بيشوف اخر التطورات في المجال ده في العالم بصفه عامه. في الفيندورز نفسهم بيحرصوا ان هم يحضروا المؤتمرات اللي زي دي، لان المؤتمرات دي بتضم الاثنين، الفيندورز والكاستمرز. فبدل ما الكاستمر يقعد يسيرش الماركت ويشوف ايه اللي موجود، ايه الشركات اللي بتبروفايد ايه في سي سوليوشنز، لا المؤتمرات اللي زي دي بتدي فرصه ان الفيندورز نفسهم هم يروحوا يعرضوا منتجاتهم هناك، يشوفوا ايه اللاست ترندز اللي موجوده، البرودكتس اللي عندهم. فلا هي فرصه كويسه جدا يعني يعني المفترض ان الناس في مصر، اصحاب القرار زي الهيئه القوميه للانفاق، آه، يحرصوا ان هم، لا المفروض ان هم يحرصوا ان هم يحضروا المؤتمرات دي. بالظبط، اللي هو يعني على الاقل حتى صانع القرار يدخل في لحظه ما يشوف احدث حاجه ايه، ويبدا يشوف هل احنا محتاجين الكلام ده، ولا هل احنا المرحله دي بتاعت ده اللي احنا عايزينه، هل المشاريع الجديده بتاعتنا محتاجه الكلام ده، ولا احنا محتاجين سولوشن مختلف. او على الاقل هو في الاخر هيعرف برضو، طب انا خلاص انا محتاج مثلا ان انا اعمل كارت موحد في مصر. طيب ايه الخطوات اللي انا المفروض اعملها عشان اوصل للمرحله دي؟ انا لا محتاج ان انا هعمل انتجريشن بطريقه معينه.
هجيب برودكت معين عشان احطه مثلا في الباصز، عشان في الاخر هبني عليه ان انا اعمل كارت موحد في ده هيفيد برضه صانع القرار ان هو يبقى فاهم الرؤيه كلها. يعني لما تشوف اخر التطورات في العالم في حاجه زي كده، لا انت في الاخر هيساعدك انك تاخد قرار وتعرف ايه الخطوات اللي انت عايز تمشيها علشان آه، توصل للمسعى بتاعك في الاخر يعني. طب عظيم جدا. اعتقد هو المؤتمر ده ما اظنش اتعمل قبل كده عندنا هندسه في مصر، صح؟ لا، المؤتمر لا. ده يعني بيتعمل في دبي وفي كاليفورنيا وفي لندن، اها. على ما اتذكر يعني. مش هنلاقي حاجه شبه كده في ترانسمية الجاي طيب ولا حاجه؟ يا ريت. بص، يا ريت بصراحة. يعني الفكرة انت محتاج تعمل، يعني المنظمين لترانس مية يعملوا انفايت لشركات الفير كوليكشن في العالم. هو انت لو انت عملت له انفايت وقلت له لا انت تعالى انت ليك مكان موجود وورينا البرودكتس بتاعتك، لا هو هيجي، مش هيقول لا. في الاخر هو عايز يفتح سوق. انا قابلت شركة اسمها كينكرت، شركة تركي، وقالوا لي تمام. ان هم حاولوا يوصلوا لحد في مصر عشان يوروهم البرودكت بتاعهم. فانا قلت لهم ساعتها لو انت عايز تيجي، لو انت عايز، يعني هو الفكره ان هو مش عارف يوصل لمين هنا في القاهره. يعني هو عايز مش ينزل عارف اوصل سوق لصانع مصر القرار. بس مش اه. مش عايز يوصل. طب ما انا لما اروح مش معقول مثلا هاجي الاوبريتور اقول له انا عندي برودكت، في الاخر الاوبريتور اقول لك لا انا في الاخر انا مش بعدل في الديزاين، انا باوبريت بس. صح. فساعتها قلت لهم هو ما فيش، يعني انت عايز يعني انت عايز تقابل حد، يا وزاره النقل يا الهيئه القوميه للانفاق. هم بالظبط. دول الجهتين اللي في مصر، هم اللي هيقدروا يبتوا معاك انت تمشي ازاي. طيب يا هندسه، بعد اذن حضرتك بس لو تقول لنا اسم الجهه اللي بتعمل المؤتمر ده، بحيث برضو ان الناس تكون على اطلاع، ونكمل بقى الحديث عن البراندات اللي موجوده في العالم، بحيث زي ما قلت لك الناس تعرف التكنولوجيز اللي موجوده. وفي نفس الوقت بقى لازم تكلمنا عن التوك اللي انت اتكلمت فيها يعني. طيب، هي الجهه اللي بتنظم المؤتمرات دي اسمها جلوبال ماس ترانزيت. الجهه دي هي هي هيئه خاصه مش هيئه حكوميه، وهي الهيئه دي مهتمه بالفير كوليكشن في العالم بصفه عامه والاحصائيات بتاعته. وحتى هي بتنزل ريبورتس خاصه باستخدامات شركات الفير كوليكشن في العالم، واحصائيات على اليوزرز، على المبيعات بتاعه الفير كوليكشن، على السيستمز اللي موجوده حاليا في كل العالم كله. حلو جدا. آه، فهي الهيئه دي هي يعني انا شايف ان هي من الهيئات القليله الحريصه على حاجه زي كده لان الماركت ده مش واخد، يعني يعتبر برغم ان هو العمود الاساسي هو اللي بيجيب فلوس. لل للنقل. هو الفلوس، هو العمود اه. الاساسي يعني. كل السيستمز مهمه، لا بس هو ده العمود الاساسي لمنظومه البابليك ترانسبورت اصلا. بالظبط، الربحيه. الشركات اللي موجوده بقى في الشركات اللي كانت موجوده في المؤتمر، او الشركات اللي عموما اللي شغاله في مجال الفير كوليكشن، من اللي موجودين في المؤتمر كانت تاليس كانت موجوده في المؤتمر، والتاليس دي موجوده ليها شغاله في مصر حاليا. كانت شركه فيزا كانت موجوده هناك. فيزا بتسبورت الاوبن لوب بيمنت اصلا، يعني هي تعتبر هي الاكثر اكبر شركه في العالم بتسبورت الاوبن لوب بيمنت عن طريق الاي ام في الكريدت كارد. في شركه زي كينكرت، شركه تركي برضو شغاله في مجال الفير كوليكشن، وحتى هي شغاله في قطر حاليا. هي اللي منزله منظومه الاي اف سي في كل الباصز اللي كانت شغاله في كاس العالم اللي فاتت. في مصر في شركات الاي اف سي اللي موجوده عندك في تاليس وفي اندرا وفي شركه افيك كريك اللي هي موجوده في الصينيه. ال ار تي الصينيه. مم. عالميا عندك في شركه اسمها ادفانسد كارد سيستمز، في شركه اسمها اتوس، في شركه اسمها كيوبيك. اندرا طبعا، يعني اندرا دي غنيه عن التعريف، اسبانيه، ليها مشروع في مصر في الخط الاول والثاني، وهي اللي خدت المونوريل بالمناسبه. شركه اندرا. سامسونج ليها قسم اندرا، هي اللي عامله اه. الاي اف سي سيستم في المونوريل. سامسونج ليها قسم اي اف سي. تمام. دي بعض الشركات اللي شغاله في المجال الاي اف سي في العالم حاليا. اوكي. بالنسبه للتوك، هي كانت عموما عن البابليك ترانسبورت في مصر. انا كان الفكره من الموضوع ان الناس تشوف لا مصر بقى فيها مشاريع كتير،
وبقت ماركت لا يستهان به في مجال الاف سي. الناس بره لما تشوف ان الماركت في مصر كبير هيبدا تشوف لا في بلد، يعني في بلد لا لازم لازم نبص لها، يعني لازم برضو البلد دي لا في لازم يبقى فيه اهتمام. هم نفسهم الفندرز لما يعرفوا ان لا الماركت بتاع مصر بقى من اكبر ماركتس تعتبر في العالم العربي حاليا. الهيئه القوميه للانفاق تقريبا كانت واخده جائزه من ميد ان هي اكثر راعي لمشاريع في الشرق الاوسط يعني. كان مين التوبيك على الماركت اللي احنا بقينا فيه دلوقتي، يعني احنا حال الستيتس بتاعت الماركت في مصر حاليا، وايه المشاريع اللي حاليا موجوده والابكامنج بقى اللي لسه في التندرنج فيز. حلو جدا. فيمكن يبقى في اهتمام شويه بالماركت ده، يمكن ان يعني بروديوس دم جديد في السوق المصري يعني. تمام. طبعا ده صح، يعني على ذكر المشاريع الجديده وان الكونفرنس نفسه كان بيتكلم على الانظمه الجديده. مؤخرا كان في مصطلحين بيظهروا كتير في جزئيه البيمنت بتاعت الاي اف سي، اللي هو تمام. الكلوز لوب سيستم والاوبن لوب، او كلوز لوب بيمنت والاوبن لوب بيمنت. فيا ريت حضرتك تعرفنا يعني اللي احنا شغالين عليه ده هو الكلوز تقريبا. طب ايه هو تمام. ايه هو الكلوز بالظبط، وايه هو الاوبن لوب بيمنت؟ الكلوزد لوب بيمنت هو اللي حاليا موجود في مصر. يعني الكلوزد لوب بيمنت ده هو بيعتمد على سمارت كاردز. انت الكارد ده ما تقدرش تستخدمه بره النتورك اللي هو ديزايند عليه. يعني انت عندك الكونتاكت ليس كارد بتاع الخط الثالث بتاع المترو عموما، هو بيشتغل في كايرو مترو بس. حلو. الكونتاكت ليس كارد بتاع مواصلات مصر بيشتغل في مواصلات مصر بس. ما تقدرش تستخدم الكارت ده مع نتورك ثاني. تمام. ده يعتبر حاجه زي برايفت تيكتنج سيستم، يعني هو ده برايفت للجهه اللي هي عاملاه، ح- مش اوبن. تمام. 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 الاوبن لوب غالبا بيبقى مع يا موبايل والت او سمارت ديفايس او كريدت كارد. ده يعني انا اقدر استخدم دلوقتي الاتجاه العالمي حاليا، خلاص الناس ما بقتش تعتمد على الكلوز لوب سيستم. كل الاتجاه دلوقتي على الاوبن لوب. ليه؟ لان انا اقدر استخدم الاي ام في، يعني انا معايا كريدت كارد، لو كريدت كارد كل السيستمز الموجوده بتسبورت الاي ام في، انا اقدر استخدمه في اي نتورك. انا مش محتاج ان انا استخدمه في نتورك معين. ده غير ان الكلوز دروب نفسه لا، انا لازم الكارت نفسه فاهم هو فين، والمعده نفسها او الايكو نفسها جيت او توم لازم تكون هي بتقرا الكارت وتشوف الكارت ده لا هو المفروض يعدي من هنا ولا لا، ولو المفروض يعدي من هنا هو دخل منين، فبالتالي احسب الفير. فخلاص لا انا هخصم منه مثلا، لا هو دخل من اكس، لا هخصم منه 5 جنيه عشان دي في الزونه دي. ففي بروسيسنج بيحصل لازم الايكويبمنت نفسها بتعمله عشان تفاليديت الكارد. في حلو. الكلوزد لوب لا انا ما بعملش في الاوبن لوب ما بعملش كده. في الاوبن لوب لا انا عندي الباك اوفيس هو اللي بيحسب كل حاجه. انا بس الايكويبمنت بتعرف ان انت دخلت، ايا كان بقى تمام. داخل بكيو ار او داخل بالموبايل والت بتاعتك. لو انت مثلا عامل بيبقى فيه موبايل ابلكيشن، فبالتالي لا انا ال- خلاص انا عديت خلاص هو سجل انك دخلت من هنا. حلو. فبالتالي هو في الباك اوفيس على الخروج بيحسب لك الاوبتيمم فير، وخلاص بيحسب لك الفير بتاعتك. يعني طب انا على حد ما فهمت كده هندسه، الكلوز لوب هو تذكره انا بشتريها من المشغل المسؤول عن الخط، وبتشتغل جوه الخط بس، ومبرمجه على الخط ده، وغالبا انا بشحنها. يعني انا بقول انا عايز تذكره مشحونه بالقيمه الفلانيه، او ده اشتراك طلبه او الى اخره، وبستخدمها ايوه وزن على سبيل المثال الخط الثالث. فانا لو خرجت من الخط الثالث مش هعرف استخدمه. لا الاوبن لوب على الناحيه صح. الثانيه ان انا لا، ده تقريبا بستخدم الفيزا بتاعتي، او سواء الموبايل ابلكيشن. احنا لسه المفروض خلال اشهر البنك المركزي يتيح استخدام الموبايل ابلكيشن، بس يعني الفكره واحده ان انا هستخدم الفيزا بتاعتي، ان انا هسجل دخول في نقطه ما، والباك اوفيس هيسحب الداتا بتاعتي، تمام وبناء على نقطه الخروج يعني هيتواصل مع البنك بتاعي ويسحب الفلوس، صح كده؟ صح كده. في اوبشنز كتيره في الاوبن لوب. انت ممكن يبقى انت عندك بري ديفايند برودكتس اصلا. يعني مثلا انا عارف ان انا بمشي مشوار معين كل طول الوقت، فانا مثلا عندي برودكت كل اسبوع، فانا باكتيفيت مثلا البرودكت ده ان هو بروح من اكس لواي
مثلا في طول الشهر مثلا، فانا عندي برودكت من اكس لواي طول الشهر بمبلغ اقل من مثلا لو انا دفعت كل يوم. ده على فدي الكلوزد حاجه. لوب ده صح على ولا الاوبن الاوبن؟ لوب. على الاوبن لوب. على لا الكلوزد لوب بيبقى بري مش ديفايند. مش مش فاهم النقطه دي يا هندسه، معلش. يعني انا دلوقتي بالفيزا بتاعتي كأن انا ليا اشتركت على برنامج معين، ان انا بتحرك ولكن من عدلي منصور لحد العتبه يوميا على لا مدار ساعتها الشهر. مش هتبقى بالفيزا. بص، هي الاوبن لوب احد الاوبشنز بتاعتها الفيزا. بس انت ممكن يكون عندك موبايل والت او موبايل ابلكيشن سمارت ديفايس، يعني انت معاك الابلكيشن ده على ديفايس. فالاوبريتور نفسه عامل لك اوبشنز ان في مسارات معينه كاشتراك بكل شهري مثلا بمبالغ مخفضه. تمام. فبالتالي ده انت بتاكتيفيت التيكت دي على الموبايل بتاعك، عظيم جدا. وبتقدر تستخدمها طول الشهر. عظيم. لا انا عايز اقول لحضرتك ان ده كان سؤال عندي والله، اللي هو في الكلوز لوب سيستم في اشتراكات طلبه، في اشتراكات كبار السن، يعني في انظمه مختلفه باخد بناء عليها دعم. طب انا لو انا مستحق للدعم برضو، بس انا شغال على خلاص احنا فعلنا الاوبن لوب سيستم، كنت مستغرب ازاي انا باستخدام الفيزا بتاعتي او باستخدام السيستم الجديد هقدر احصل على تذاكر مخفضه، وهقدر احصل على تذاكر زي في دول تانية اللي هي الشهر كامل مثلا، زي اللي كانت في المانيا شهر كامل مش عارف 9 يورو، او السنه كامله ب 49 يورو، اللي هو انظمه تذاكر مختلفه على الاوبن لوب سيستم. لا، هو الموضوع سهل جدا. انت بس يعني انت عشان تاخد تذاكر مخفضه محتاج فاليديشن. انت الفاليديشن دي بتبقى بيبرز معينه، يعني انت اثبات ما يثبت ان انت مستحق للتخفيض ده. ممكن جدا تبقى مثلا في اوبشن انت تسكان الدوكيومنتس دي وترفعها مثلا على الموبايل ابلكيشن، وبالتالي مثلا حد بيفاليديت الدوكيومنت دي في الباك اوفيس، خلاص لا فاليد تمام، خلاص انت تقدر تشتري التذكره المخفضه. البرودكت طبعا. فالموضوع اها. المواضيع مع الاوبن لوب، لا الموضوع اسهل بكتير غير لما تروح لشباك وتقول له لا انا عايز تذكره مخفضه، لا قال لك هات مثلا ورقه من المدرسه مختومه. روح المدرسه تجيب له ورقه مختومه. لا، انت ممكن الحاجات دي تسكانها وترفعها مثلا على الموبايل ابلكيشن، حد يفاليديت، خلاص انت معاك تقدر يفاليديت السيل البرودكت بتاعك، فانت تقدر تستخدمه. تمام هندسة، حلو جدا. طيب أنا هتكلم مع حضرتك دلوقتي في نقطة أنا وأحمد يعني شايفينها إنها مهمة جدا، وبنتكلم دايما فيها مع حضراتكم كضيوف. التصنيع المحلي، إيه الفرص اللي قدام المصنع المحلي في مصر إن هو يشتغل في الأوتوماتيك فير كوليكشن سيستم؟ ومش حابب ال الكلام يعني ما يكونش برودكتيف، اللي هو انا مش عايز ابكي على الاطلال. انا عارف ان اعتقد يعني ان المصنع المحلي ما اشتركش في التصنيع او في الانتاج وقت التركيب، لكن خالص. عايز حضرتك، لا للاسف يعني انا تنبؤي طلع خالص. صح. تمام. عايز حضرتك توضح لنا بقى فكرة ان او فرصة المصنع المحلي في الصيانة وفي انتاج قطع الغيار علشان خاطر السيستم يفضل ماشي. خصوصا ان انا واعتقد حضرتك هتبقى متوافق معايا، فكره ان احدث حاجه لازم تكون موجوده، لا ده مش لازم تكون موجود. المهم ان هو يكون في نظام موحد علشان خاطر اسهل حياه الناس، وفي نفس الوقت اخليهم يتشجعوا ان هم يركبوا وسائل النقل، حتى لو النظام ده من 50 سنه فاتت، بس انا عارف وعندي مقدره ان انا اصينه وانتج له قطع غيار او سبير بورتس، فده حلو جدا. فانا عايز حضرتك توضح لي، هل عندنا المقدرة في مصر إن إحنا نشترك ولو بنسبة، مش لازم بنسبة 100%، ولو بنسبة قليلة في موضوع الصيانة وإنتاج قطع الغيار؟ طيب انا هبتدي باخر جمله انت قلتها. عشان تعمل صيانه انت محتاج قطع غيار. في فرنسا الخط الاول لسه شغال بنفس النظام بنفس المعدات القديمه بتاعته لغايه النهارده، لان هو بيخدم عليه قطع غيار. هو السبير بارتس افيلبل. فبالتالي ما دام انت عندك سبير بارتس هتقدر تمنتين. احنا لما في الخط الاول ابتدينا نعمل احنا نقوم بالصيانه بايدينا في كتير جدا من القطع الغيار، لجأنا للريفرس انجينيرنج عشان نعملها. لان طبعا خلاص هو المصنع شال ايده من السيستم، والاجزاء دي عشان تشتريها من المانيفاكتشرر نفسه لا التكلفه كانت باهظه جدا. فبالتالي احنا عشان نحل المشكله دي بدانا احنا نعمل القطعه دي عن طريق الريفرس انجينيرنج. الفكره في حاجه بقى، الفكره ان انت دلوقتي كل الاي اف سي كومبانيز في العالم ما بيعملش سيستم من الالف للياء.
هو بيجيب برودكتس اوف شيلف وبيعمل عليها بيعمل هو السوفت وير. هو بيجمع يعني مثلا في شركات متخصصه عشان تعمل لك الميكانيزم زي جينيبو مثلا بتعمل الترايبود اللي هو بتاع البوابه الثلاث دراعات دول. في شركه اسمها الشركه اللي كانت في شركه زيها اسمها الين تقريبا بتعمل الترايبود. البي سي كلها اوف شيلف. الامتي ريدرز نفسه في شركات بتعمل امتي ريدرز بس اللي هو الماجنتيك تيكت ريدر اللي هو بيفاليديت التذكره الماجنتيك. الكونتاكت الانتنس بتاعت او الكونتاكت ريدر اوف شيلف بتتباع في ماركت للحاجات دي. انت ليه انت ممكن بسهوله جدا لو توفر لك امكانيات، وخصوصا ان انت كان عندك يعني الموضوع الريفرس انجينير سهل. يعني انت ممكن تجيب الجزء ده وفي الاول تعمل زيه. مش هقول لك تعمل حاجه ثانيه. مع الوقت انت هتبتدي تطور، على الاقل انت هتبدا بالمكونات نفسها بتاعت السيستم. وبعد كده تبدا انت مع الوقت تبدا تطور من الموضوع ده. لكن الموضوع محتاج قرار ومحتاج فلوس ومحتاج R&D. محتاج حد يشتغل R&D عشان يبدا يطلع اتليست في الاول انت هتبتدي تطلع الاجزاء بتاعت السيستم لغايه لما يبقى عندك خلاص انت سوليد كفايه ان انت تعمل لا انا هعمل السوفت وير بتاع الجزء ده. تمام. واحب اضيف كمان ان احنا محتاجين قرار ان طبعا من وزاره النقل، ولا نزايد يعني على اخواتنا والشباب المحترمين اللي شغالين هناك، بس بتكلم مع المسؤولين ان هم لازم ياخدوا بالهم شويه في مرحله التندرنج والاتفاق على المشاريع، ان يبقى في نسبه تصنيع محلي. ده مهم جدا جدا جدا، لان للاسف الشديد احنا ساعات كناس مثلا في السايت بنشوف بوكسز معينه تصميم بسيط جدا 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 بماتيريال اوريدي اصلا موجوده داخل الدوله، لكن ميدن اكس، مش لازم نقول اسماء. طب مم. ليه يا جماعه؟ ده هي شويه صاج على تنايه على متقاب على مش عارف ايه، وبننتج يعني بينتج الموضوع، وهشغل مصانعي وهشغل الشباب بتاعتي وما الى اخره. فانا محتاج وقت الاتفاق على المشاريع القادمه. يا ريت يا ريت يا ريت اخواتنا في وزاره النقل والناس المسؤوله تتفق مع البراندات الاجنبيه ان انتوا لو حتى عليكم السوفت وير كله واحنا مش شاطرين، عادي مش مشكله، هنتعلم منكم. مش شاطرين في الحته ديت، يبقى علينا احنا الهاردوير. فدي نقطة يعني انا مهمة معاك أعتقد. تمام. انا معاك اتفضل. في الحاجات اللي هي ما فيهاش نهاو يعني. انا مثلا البودي بتاع الجيت مثلا ممكن يتعمل هنا في مصر. ما فيهوش فكره يعني. في الاخر برضه هو ستيل ستيل وبديزاين معين انت ممكن تعمله. يعني مش طبعا الحاجات اللي هي اوف شيلف مش هتقدر تتحكم فيها دلوقتي، لان اوريدي هو بيشتريها من مصنع معين بسبيكس معينه باجريد سبيكس معينه. بس انت ممكن تبتدي بالحاجات اللي هي مش محتاجه يعني حاجات بسيطه جدا. البوديز بتاعت التوم، التي في ام نفسها البودي بتاعها. يعني الحاجات اللي هي مش احنا عندنا مثلا الباور سبلاي. اكيد في مصر في باور سبلاي يعني مش قصه برضو يعني. الحاجات دي متاحه في السوق، مش محتاج انك تشتريها من بره مثلا. فحاجات زي كده هتبقى مفيده في الاول يعني. والله هندسه انا وجهه نظري ان هو يعني السيستم لو اتفكك حتى الجزء السوفت وير بتاعه يعني الموضوع مش معضل يعني. بس خلينا هي الفكره بس إن في نقطتين. النقطه الاولانيه ان هو احنا لو ما عملناش ده دلوقتي هنعمله امتى؟ يعني لو ما عملتش ده في زخم المشاريع اللي موجوده عندك دلوقتي هتعمله امتى؟ دي الواحده. الثانيه ان انت في توجه فعلا عندك في الوزاره تجاه التصنيع. يعني احنا بنتكلم على سواء مصانع سماف او المصانع الالستوم هتعملها في اسكندريه، او المصانع اللي بتتعمل في المنطقه بتاع المنطقه الصناعيه في السخنه. في مجموعه مصانع كتير جدا ان انت تطلع اول مترو للخط السادس يبقى تصنيع مصري، ومش عارف العربيات بتاعه القطر الروسي تقريبا لو انا الذاكره ما خانتنيش، او مش عارف ايه تاني هيبقى تصنيع مصري، او على الاقل اجزاء منها مصر تصنيع مصري. فالرغبه موجوده والتوقيت. انا يعني وجهه نظري مش شايف ان في وقت افضل من كده ان احنا ندخل. معرفش هل هي موجوده على الترابيزه بتاعت صانع القرار بس ليها توقيت معين، الله اعلم. بس يعني دي احنا بنتكلم وندردش، ولعل وعسى تبقى يعني ايه نداء لان حد لو يعني يفكر فيها مره تانية. طب يعني خلينا سيبنا من الحاجات اللي بعيده عن ايدينا دلوقتي، خلينا نتكلم في الحاجات اللي في ايدينا. هندسه قصه الداتا.
الداتا من الكيس ستاديز اللي كانت بتعجبني جدا في قصه الداتا، القصه بتاعت تي اف ال ترانسبورت فور لندن، الشركه المسؤوله عن تشغيل المترو والباصات في لندن. في 2014 كان في جسر رئيسي في المدينه، كان هيتعمل عليه ترميمات حوالي شهرين ثلاثه تقريبا، حاجه زي كده. وهيتقفل الجسر ده، هيتقفل ومش هيسمح الا بمرور المشاة والناس اللي بيركبوا العجل وكده. ف المشغل بدأ يشوف عدد الناس اللي هتتأثر بالموضوع ده، فبدأ يشوف الداتا اللي عنده، لقى ان حوالي تقريبا عدد الرحلات اللي بتتم اسبوعيا على الجسر من والى الجسر، يعني هتدخل نقطة ايه قبل الجسر وتعدي الجسر، حوالي 56 ألف رحلة تقريبا. فشاف ان في عدد من الناس عنده كبير هيتأثر، فبدأ يستخدم الداتا بتاعته ان هو سواء على وسائل التواصل بتاعته عن طريق ان هو يبعت تارجت ميلز للناس دي، يقول لهم والله ان انا في الوضع واحد اتنين وهيتأثر عندنا واحد اتنين، وبناء عليه احنا في الطريق الفلاني ده طريق بديل، او ان انت ممكن توصل للجسر وهتنزل تتحرك توصل الناحية التانية. فقابلتهم يعني سؤال وقتها ان هو طب انا الراكب عندي هيوصل لاول الجسر ينزل يعدي الناحية التانية، طب هو كده في تخوف انه يدفع مرتين. فبعتوا لهم في الميل ارشادات ان انت هتاخد من سواء الباص هتاخد منه زي تيكت كده، ما يفيد ان انت لما تعدي الناحية التانية ما تعملش دبل بيمنت يعني وكده. فده كانت من ضمن الكيس ستاديز الجميله في استخدام الداتا، الاوبريتور ان هو ازاي بيستخدم الداتا عشان يحل مشاكل خارجه عنه وبتقابله. احنا عندنا في مصر بقى ايه حجم استخدامنا واستغلالنا للداتا اليوميه اللي احنا بنتحصل عليها من الاي اف سي سيستم؟ في الاول احنا عندنا في الاف سي سيستم نوعين من الداتا. انا عندي ترافيك داتا والسيلز داتا. الترافيك داتا حاليا انا بستخدمها عشان اعمل اوبتمايزيشن للتايم تيبل الخاص برحلات القطارات في الخط الثالث. طبعا انا تقريبا انا براقب الداتا اللي موجوده عندي متاحه عندي في النظام. انا اقدر اراقب حجم الترافيك تقريبا كل 10 دقائق. فانا عظيم. عندي اكيوريت داتا تقدر تخليني انظم التقاطر بنسبه يعني تكاد مثلا نقول 95% على حسب الترافيك المتاح طول اليوم. تمام. فحاليا في ديبارتمنت عندنا في ار اي تي بي هو اللي بياخد الداتا دي بصفه يوميه وبيحللها، بيعمل لها اناليسيز وبيظبط على اساسها التايم تيبل الخاص برحلات القطارات. اللي هو على بخصوص حجم دخول الناس بالمحطات وخروجهم يعني، وكثافه فين وتوقيتات وكده. انت مثلا عارف مثلا ان غالبا من الساعه 7 الصبح تقريبا لغايه الساعه 10 ده معظم الترافيك اللي موجود وقت في الذروه. المحطات. ده وقت الذروه، ونفس النظام اخر النهار. فانت بالظبط. المطلوب منك خلال الفتره دي لا التقاطر في الفتره دي لا انا محتاج ان التقاطر يبقى اقل ما يمكن عشان ما يحصلش ازدحام وما يحصلش تكدس للركاب في المحطات على عكس بقيه الاوقات. طبعا الداتا دي ممكن استخدمها بطريقه، يعني لو انا عندي مثلا كذا اوبريتور في ال- في مصر عموما، عندي مثلا الباص، عندي المونوريل. لو انا جمعت الداتا من كل البابليك ترانسبورتس دي لا انا اقدر بقى اشوف اني روتس اللي محتاج مثلا ازود فيها عدد يعني انا مثلا انا عارف ان معظم الناس مثلا بتركب من عدلي منصور تنزل الاستاد، هتاخد المونوريل مش عارف تنزل فين، بعد كده هتاخد باص تروح فين. انا عندي معظم عندي روت، لا انا عندي الروت ده عليه ضغط من الركاب مثلا، الروت ده لا تمام. فانا محتاج ان انا الوقت ده مثلا اشوف الوقت ده آه، على الريبورتس. لا انا الوقت ده محتاج ان انا ازود التقاطر في الثلاثه بابليك ترانسبورت دول، مهم. في المترو او في المونوريل مثلا او في الباص. حاليا عشان انا عندي المترو بس، لا انا بستخدمه عشان اوبتمايز التايم تيبل عندي. بخصوص السيلز ريبورت، لا انا السيلز ريبورتس بالنسبه لي مثلا انا عندي بقدر اطلع ريبورت. لا انا عندي مثلا المحطه دي معظم السيلز فيها مثلا الفئه ب5 جنيه. احنا عندنا كل فئه ليها لون تذكره، كل فئه ليها لون. فانا محتاج لا المحطه دي لا انا هحط فيها عدد بكر باللون ده اكتر من المحطات التانيه مثلا. اوكي. فعلى حسب السيلز اللي موجود لا انا بقدر ان انا مم. اوبتمايز يعني البكر بتاع التذاكر اللي عندي.
آه، طبعا انا عندي مثلا محطات معينه بتبيع كونتاكت كاردكس كتير، الوالت مم. سحب الوالت فيها اكبر، فبالتالي لا انا هتسباتش، لا انا المحطات دي لا اوزع فيها كروت اكتر من المحطات التانيه. فطبعا السيلز ريبورتس لا بتفيد في الكلام ده، انا ببقى عارف ايه المحطات اللي عليها سحب مثلا تذاكر من انهي فئه، سحب كروت ومن انهي فئه. آه، بالطريقه دي يعني بقدر ان انا اوبتمايز الحركه بتاعه الميديا بقى بتاعتي. بشكل اساسي على حد ما فهمت من حضرتك، احنا استخدام الداتا عندنا حاليا على جزئيه تحسين تجربه المستخدم في الخط عندنا، سواء في فترة الذروة كترافيك، او في ان هو توافر التيكتنج اللي هيكون محتاجها في على حسب حجم المحطة، وعلى حسب الفلو اللي بيبقى على اي محطة والتانية، صح كده؟ مظبوط كده تمام. تماما. طب هندسة معلش، أنا عندي فضول في حتة فيما يتعلق السؤال بتاع أحمد. هل في أي حد من المسؤولين في أي حكومة، في أي وزارة، في أي وزارة معلش، بيتعاون مع حضراتكم وبيطلب داتا معينة، أو من وزارة النقل مثلا أو كده، بيطلب داتا منكم فيما يخص الأعداد الناس، التوقيت بتاعة الزحمة قوي أو الرش أورز، الكلام ده، ولا مفيش أي تعاون ما بينكم انتوا كشركة ار اي تي بي والحكومة؟ لا لا خالص، انا عندي في يوميا الريبورتس بتاعت الترافيك والسيلز بتاعت اليوم اللي قبله بتروح للهيئه القوميه للانفاق، والهيئه القوميه للانفاق بتبعتها لوزاره النقل. فيوميا بيطلع من عندنا ميل بالترافيك والسيلز ديتيلز بتاعت اليوم اللي قبله للهيئه القوميه للانفاق ووزاره النقل. تمام. هم على تمام. اساسه هم بقى بياخدوا الريبورتس دي، وهم بيبقى عندهم زي يعني عندهم المعلومه لا الترافيك اللي كان موجود في اليوم اللي قبله وحجم السيل اللي كان موجود كام، يعني التفاصيل تمام دي أهو. معاهم يوميا تقريبا يعني. حلو جدا، حلو جدا. طيب، سؤالي، كنت عايز حضرتك تتكلم معانا عن، مش لازم تكون احدث، بس يعني لو قلت لنا الاحدث يبقى شيء كويس، ما فيش مشكله. افضل من وجهة نظرك، افضل وسيلة اي اف سي سيستم موجودة في العالم انت نفسك تشوفها في مصر، في وسائل النقل المختلفة، لان الموضوع مش بيتم تطبيقه بس في السكة الحديد او في المترو. لا، احنا ممكن نقول ان في اي اف سي سيستمز للعربيات مثلا، تبقى ماشيه على الطرق وبيتم تجميع، بيبقى في زي جيتس كده، بتبقى عليها سكانرز معينه، بتسكان حاجه معينه على العربيه من غير ما تقف مثلا زي الكارتة التقليدية أو الشكل التقليدي لتجميع الفلوس عندنا في مصر، طوابير وزحمة وتضييع وقت. لا، هو جيت كده معينة ستيل ستراكشر مثلا، بيبقى عليها سكانر، وبتسكان العربيات وبتخصم منها من غير ما العربية تقف. فإيه الحاجة اللي أنت نفسك تشوفها في مصر، سواء كانت أحدث حاجة أو حاجة قديمة، بس أنت شايف إن هي متناسبة مع السوق المصري؟ بص، هو اخر الترند في الاي اف سي عموما حاجه اسمها اكونت بيزد تيكتنج. الاكونت بيزد تيكتنج ده هو ما بيخليكش تفكر في حاجه، هو انت جاست انك بتعمل تشيك ان تشيك اوت او تاب ان تاب اوت، وهو بيحسب ايه الاوبتيمم فير ليك بالنسبه لك انت. كل الموضوع انت اكونت، يعني انت هو حساب مربوط بيه كل حاجه، انت معاك كارت بنك مربوط بيه، معاك حتى لو كارت كونتاكت ليس مربوط بيه، معاك موبايل والت مربوط بيه. وفي الاخر هو بيحسب المسار بتاعك ده، مثلا انا ركبت مثلا مسار معين مثلا من العتبه مثلا ونزلت الاهرام، انا معايا كارت كونتاكت ليس لا فيه البرودكت ده، فبيخصم من كارت الكونتاكت ليس. لا انا البرودكت ده مش عندي على الكارت الكونتاكت ليس، لا انا ممكن اخصم منين؟ هخصم من الفيزا بقى. ساعات مثلا ممكن انا لا انا هركب بكيو ار، اروح ايشيو كيو ار ومعدي من كيو ار كود ومعدي من البوابه مثلا، اسكان الكيو ار وعدي. فانت عندك اكونت وفي كل الاوبشنز موجوده على التليفون. على الاكونت ده على الموبايل بتاعك. انت مش عايز تتعب دماغك وخلاص، لا خلاص انا هعدي ان اف سي ان وان اف سي اوت وخلاص. وفي الاخر برضو الابلكيشن في الباك اند هو بيحسب الفير بتاعتك او الجيرني بتاعتك هتكلف كام. كيوزر اكسبيرينس لا دي يعني يعتبر افضل حاجه حاليا. طبعا مش يعني انت مش هتشغل بالك بحاجه، مش هتفكر في المسار بتاعك عامل ازاي. انت في الاخر
لو اهم حاجه انت عايز تتحاسب على اقل تكلفه، وده الباك اند هيحسبه لك في الاخر. غير ان انت تمام. بس دلوقتي مثلا انا هروح الشباك، انا بركب كل يوم من المرج بنزل العتب، اروح للراجل يقول لك لا انت خلاص انا هطلع لك اشتراك من مرج العتب 3 شهور او شهر. هو انت خلاص الاشتراك ده او الكارت ده هو خلاص المسار ده بس. لو انت عايز تركب مسار تاني لا بتروح يا تشحن الكارت ده بتي بيرس مثلا او وولت، او تروح تقطع تشتري بقى تذكرة جديدة. تشتري تذاكر ماجنتيك مثلا. بالظبط. فدي هيدك برضو انك يعني السمارت دلوقتي هو بيبقى معاه برودكت وشاحن عليه تي بيرس، بحيث ان هو ايه، انا ليا خلاص انا ليا مسار معين كل يوم بركبه في البرودكت بتاعي. بس ساعات لا، انا ساعات بروح مشاوير مثلا بستخدم المترو في مناطق تانية، فبخصم التي بيرس. ففي الاخر برضو انت ليميتد يعني برضو ان انت تفكر في حاجه زي كده وانت في نوع بابليك ترانسبورت واحد، ده هيدك. غير بقى لما لا ده انا هركب مترو وبعد كده هركب مونوريل وبعد كده هروح ال ار تي. طب بقى هبلان ده كله ازاي؟ ما هو ده برضو تعب دماغ يعني ان انت تبلان الرحله دي في دماغك. انا لا انا هركب المترو هقطع تذكره وبعد كده هركب ال ار تي هقطع تذكره تانيه، والمونوريل لا ده في تذكره ثالثه. فالموضوع كيوزر اكسبيرينس مش حلو، غير لما يكون انت عندك موبايل ابلكيشن او حاليا في مصر. يعني المفروض ان هو من فتره كبيره كانت الوزاره شغاله على كارت الموحد من فتره كويسه يعني. حلو جدا. كانوا بيبلانوا ان هم هيجيبوا كونسلتنت هو اللي يعمل اسسمنت للوضع في مصر، ويشوف كل البابليك ترانسبورت اللي موجوده حاليا، ويبدا يبيلد عليها بقى يبلان الخطوه اللي جايه تعمل ايه. حاليا انا يعني مش يعني ما اعرفش الموضوع ده وصل فين، بس اللي انا اعرفه ان لا ان الوزاره بتفكر حاليا شغاله في الموضوع ده. هنشوف حاجه هتظهر للنور قريب ولا لا، بصراحه مش عارف. بس اخر معلوماتي ان بقى في سيشنز دلوقتي شغاله في الهيئه القوميه للانفاق وفي الوزاره عشان يحيوا الموضوع ده تاني حاليا. فاحنا يا قريب ريت والله ممكن يا نشوف هندسه، لان كارت احنا موحد يقدر، مهم. كارت موحد يشتغل على كل هيئات اتفضل اتفضل. النقل في مصر كلها. ودي هتبقى حاجه كويسه جدا يعني. اعتقد كان في خبر هندسه اللي هو بتاع وزير النقل كان بيتكلم على ان الكارت او يعني على خبر على لسان وزير النقل ان الكارت ده احتمال يكون متواجد مع بدايه تشغيل المونوريل يعني. طب ده حاجه كويسه جدا. وانت في اللحظه دي انت هتحتاجه، انك هتحتاج انت خلاص هيبقى عندك 2 3 بابليك ترانسبورت ال ار تي ولاين 3 والمونوريل. فلا هو توقيت كويس جدا. وخصوصا انت برضو بعد المونوريل متوقع الPRT، فانت برضو هتحتاج ان الPRT طبعا يتربط صح. صح. على نفس الكارت. وقدام انت ممكن بقى تبلان الباسز، ايا بالظبط. كانت القطاع العام او القطاع الخاص. فانت لو بدات بالمترو والمونوريل والL ار تي مثلا، لا سهل انك بعد كده انك تبني عليهم على نفس الكارت بقيه دي حاجه هو كويسه جدا عامة يعني. عامة مصر سوق كبير. احنا كعدد، شعب عددنا كبير، فأي أصلا مستثمر هيخش السوق عندنا هيكسب 100%. فيعني احنا بندعو أي حد إن هو يجي يعمل، يعني طبعا هيبقى عن طريق وزارة النقل، إن هو يجي يستثمر في مصر، خصوصا إن مكسبه مضمون. أنا بس عايز أعلق على إجابة حضرتك بالنسبة للتكنولوجي اللي أنت كنت عايز تشوفها في مصر. واضح ان مش هيبقى في اي احتكاك بشري ما بين الكمبيوترز والمسؤولين او قطاع التذاكر. انا بشوف دايما ان كل حاجه ليها البروس والكونز او المميزات والعيوب بتاعتها والعيوب، وبرضه حضرتك تصحح لي واحمد، ان في قطاع كبير جدا من الموظفين مش هيلاقوا شغل مع تطبيق التكنولوجيا الحديثه. فهيبدأ الكمبيوتر او المسافر او مستخدم وسيلة النقل ديت ان هو يتعامل مع موبايل ابلكيشن. وطبعا الموضوع اسهل وما الى اخره، ليه مميزات كتير، لكن في الاخر هيبقى في عدد كبير جدا من الناس بدون شغل. فانا عايز حضرتك تقول لي من وجهة نظرك، يعني انا مش عارف حضرتك عندك يعني طبعا انت مش مطالب ان انت يكون عندك حل، بس من وجهة نظر المهندس محمد فاضل، هل في حلول بديلة
للناس ديت ان الدولة تلاقي لها شغل او تحطها في اماكن تانية تقدر تستفيد منها؟ وانت يعني انت بتتكلم مثلا على الاي بي تي، انت بتتكلم ان انت جزء كتير من السيلز ايجنت مش هيبقى موجود. يعني الشغلانه دي مش هتبقى مثلا المينيمم زي مثلا مترو دبي. انت دلوقتي ما خلاص ما بقاش فيه سيلز ايجنت، اللهم الا واحد في كل محطه. ده عشان مش عشان يسير اكتر منه، هو عشان يسهل حركه الركاب، بالظبط. او يشوف اسئله الناس ويرد عليها. الحل الموضوع ده يعني ممكن زي ما التريننج عشان تبقى سيل ايجنت، ممكن تاخد تريننج على حاجة تانية في نفس السكيلز، مش محتاجة برضو نفس المهارات الكبيرة. وطبعا هيئات وزارة النقل كتيرة ممكن يتم توزيعهم على وظائف مكتبية مثلا. يعني ده حل من الحلول مثلا. اعتقد يا هندسه برضو ان الوزاره اكيد عندها حل، يعني دي مشكله يعني غالبا، او المفروض يعني ان الوزاره عندها حل للنقطه دي. متوقعة، يعني مشكلة بالظبط. متوقعة يعني. من لحظه ما قرر الموضوع ده، النقطه بس يعني الثانيه اللي مصطفى كان بيتكلم عليها، فكره التيكتنج اوفيس. لما نفعل السيستم وتبدا تلاقي ان انت هتبدا خلاص الناس مش محتاج شباك التذاكر زي ما بنقول عليه. الحقيقه انا شفت التجربتين، اللي هي الاولانيه بتاعت دبي، فعلا زي ما حضرتك كنت بتقول كده، التيكت اوفيس مقفول، وفي شخص واحد موجود بيفاسيليتيت وبيسهل العمليه بتاعت الناس اللي بتدخل. والله انت معاك الكارت بتاع نول بتاع دبي، خلاص ماشي، انت بتعدي، مش معاك، هو بيقطع لك تذكره يعني، بس النسبه بتبقى بسيطه جدا، لكن شباك التذاكر نفسه في المحطات مقفول. دي كانت واحده. الثانيه، ودي كانت الثانيه دي لسه يعني ايشود السنه دي، في لندن، في مترو لندن، حوالي هما الريبورت كان بيقول ان السنه اللي فاتت تقريبا 12% بس من عمليات بيع التذاكر تمت عن طريق شباك التذاكر. باقي العمليات كلها تمت اما اونلاين او عن طريق التي في ام، التي في ام في المحطات. صح. فلقوا ان هم مش محتاجين التيكت اوفيس، شباك التذاكر، وبناء عليه كان في قرار اتاخد ان هم هيقفلوا حوالي 150 محطه، هيقفلوا التيكت اوفيس الموجود فيها، وهيبداوا يحولوا العاملين اللي كانوا موجودين في التيكت اوفيس لعاملين في قطاعات اخرى في المحطه. الموضوع مش سهل، والموضوع محتاج تخطيط كبير، واتمنى احنا لما نوصل للمرحله دي، لان عاجلا ام اجلا هنوصل لها، يبقى في تخطيط واضح من بدري للنقطه دي، عشان حتى لو في عمليه دمج هتتم للعاملين في المحطه، يبقى من بدري نقدر ندمج، عشان ما نبداش نلاقي مرحله اللي هو لا ده قطع ارزاق الناس وقطع اكل عيشهم والكلام ده. بس يعني للاسف زي ما مصطفى كان بيقول، كل حاجه ليها ميزه بيبقى ليها عيب، فدي احد العيوب، ان انت في لحظه ما انا مش محتاج شباك التذاكر خلاص، فبناء عليه هبدا ادمج الناس اللي موجودين فيه، واخلي الناس تستخدم الاونلاين او الفيزا او وات ايفر الحل التاني. طب سؤالي هندسه بقى التاني، على ذكر التطبيقات المختلفه اللي لسه كنا بنتكلم عليها، سواء الفيزا او الكيو ار كود او ايا كان الطريقه الجديده. احنا حاليا المحطات بتاعتنا مش موجود فيها السيستمز دي، وحتى الكارت الموحد، فرايحين عليه، سواء جينا الكارت موحد ابتداء او ان احنا نستخدم الاوبن لوب سيستم ايا كان. ايه شكل التغيير اللي هيتم على السيستمز الموجوده اللي عندنا عشان تكون يعني تتوافق مع اي نظام جديد هيجي؟ هل هنحتاج نشيل السيستم كله ونجيب سيستم جديد؟ هل هنعمل ابجريد بسيط؟ يعني ايه شكل التغيير اللي احنا محتاجينه؟ وهل تكلفته عاليه ولا لا، عشان نعمل نضيف اي اضافه على النظام الموجود حاليا؟ لو انت مثلا هتشتغل على الكارت الموحد، او تنتروديوس كيو ار، التكلفه مش هتبقى كبيره. يعني هو تقريبا مش هيبقى فيه تكلفه اصلا. الموضوع هيبقى انت هتنتجريت على السيستم الموجود، انت مش هتحتاج تغير حاجه. واوريدي فعلا احنا مع بدايه الخط الرابع هيبقى فيه كيو ار كود في الاربع خطوط، الخط الاول عظيم. والثاني والثالث والرابع. دي معلومه اكيده يعني. عظيم جدا. فانت بس الكيو ار كود ده بالنسبه لك انت ده فير جديد، يعني ده ميديا جديده، بس هتديفاين الميديا الجديده دي على السيستم عندك وخلاص. شويه تعديل في الابلكيشن يبقى ان هو شايف ان في ميديا جديده. طبعا شويه تعديلات في الداتابيز. التكلفه مش اللي هي الكبيره، بس مش زي مثلا ما انت تحول بقى الاوبن لوب. فلا اوبن لوب ده لا، الدنيا هتبقى فيها انت بتهد وتبني من جديد. الكارت اوكي. الموحد لا، برضو الموضوع التكلفه مش هيبقى فيه تكلفه كبيره.
لسبب، لان انت عشان تعمل كارت موحد انا هبتدي من اللي موجود. يعني انا مش انا هبتدي بكارت المترو. هو ده الجهه الوحيده تقريبا، هو كارت. وكارت المترو بالمناسبه هو كارت ال ار تي. انت بس محتاج تعمل انتجريشن ما بين الاثنين. هي نفس الميديا على فكره، بنفس نفس الشريحه اللي بتستخدم. السكيورتي، بنفس كل حاجه. حلو. نفس كل حاجه. هي نفس الكارت تقريبا. انت اوكي. بس زي ما عملت انتجريشن ما بين اندرا وما بين تالس قبل تشغيل النظام اصلا في المترو، هتعمل نفس الانتجريشن ما بين افيك وما بين تالس، لان تالس هي اللي هتبقى اللي معاها الباك اوفيس بتاع السيستم. عظيم. اللي هيجي بعد كده يعمل كارت الموحد لا، هيبتدي منهم، مش هيعمل حاجه جديده. انا عندي اوريدي ميديا وموجوده، فالمفروض اللي باقي يمشي على نفس الميديا بتاعتي، مش العكس. مهم. فانا بالنسبه لي انا مش هيبقى عندي تغيير. التغيير هيبقى فين؟ هيبقى تغيير في اللي لسه انت هتحط له نفس هتحط له لسه بقى لو في هتنزل سيستم سيستم جديد ناو يعني جديد هيجي. يعني. هتنزل اوكي. سيستم ناو جديد مثلا في الباص، مثلا في البي ار تي. المونوريل بالمناسبه هي نفس اندرا اللي عاملاها، نفس الكارت. فانت برضو نفس الانتجريشن اللي هتعمله ما بين افيك وما بين تاليس، اندرا اوريدي عاملاها اصلا في الخط الاول والثاني. حلو جدا. فالمواضيع مش صعب، المواضيع بسيطه على مستوانا احنا. انت بقى هتصرف في اللي لسه هيعمل، ده اللي هتبقى الكوست فيه بقى. انما كانتجريشن ما بين اللي موجود واللي عندي، ده طبعا لازم يتعمل، لان هو ده الباك اوفيس في الاخر. في الاخر برضو انت هتبني فوقهم حاجه اسمها كليرنج هاوس، لما يبقى عندك مالتي اوبريتور زي باص زي البي ار تي، فده اوبريتور وده اوبريتور، فلازم هتكلير الفير في الاخر برضو. كل واحد نصيبه ايه من السير، لان برضو انت خلاص الناس كلها هتركب. هيبقى زي مالتي مود جيرني. انت بتركب بنفس الكارت من المترو لل ار تي للمونوريل. فانت في الاخر لازم جزء من سعر الرحله يروح لكل اوبريتور على حسب نصيبه يعني. تمام يا هندسه، حلو جدا. خد بالك النقطه ديت، حته ان انا اوحد، او ان انا اخلي في طريقه للدفع ما بين وسائل المواصلات المختلفه، حاجه مهمه جدا 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 ده لازم. للسياحه خصوصا كمان. ده لازم انت في بالظبط. الاخر. انت يعني مع كل الوسائل المواصلات دي، انا مش كل واحد هيبقى شايل ثلاث اربع كروت على حسب كل بيركب بالظبط. كارت المترو وكارت المونوريل، كل كارت ال ار تي. لا، مش منطقي. انت لازم في الاخر، مش سايح مش هيجي يعني. سيبك من السايح، خلينا احنا كشعب مصري يعني. الراجل مش هيبقى شايل في احنا جيبه نستحمل يا ثلاث باشا. كروت. انا في الاخر اهم حاجه برضو السياحه. في الاخر برضو انت معظم العائد بيجي لك من المصريين، يعني من الناس اللي بتركب البابليك ترانسبورت كل صح يوم. صح، مظبوط. ده ال- ده ال- ده ال- ده معظم الفلوس بتجي لك منهم. فانت لازم تسهل لهم حياتهم عشان الناس تجي لك اصلا. في الاخر اسمها بابليك ترانسبورت يعني. انا في الاخر عايز اخلي الناس تركب الوسائل دي وما تركبش عربيتها. انا اسمع ان زمان، كنت اسمع ان كان في اللي هو رئيس جامعة الدول كان ساكن في المعادي. كان بيركب المترو، بيركن عربيته في المعادي كل يوم، يركب المترو ينزل جامعة الدول، يروح شغله ويرجع بنفس النظام. انت عايز الناس كلها تتصرف نفس التصرف يعني. والله ده راجل 100 100. يعني دي كانت يعني انا المعلومه دي عرفتها مثلا كانت في 2012 تقريبا مثلا، في الوقت ده تقريبا. فانت عايز الناس تتصرف نفس التصرف، فهو مش هيعمل كده الا لما لا يا باشا، انا ده في كارت واحد بيركبك كل حاجه. طبيعي. فلازم الناس تبقى حياتها اسهل عشان ما تتوهش في المتاهه اللي هتبقى موجوده يعني. صح، مظبوط مظبوط. انا برضو كنت يا ريت بس يا هندسه اتكلمنا عن التكنولوجي اللي هي اسمها بي ان بي اوت. آه بي ام بي اوت. بي ام بي اوت دي يعني ايه بيسموها ايه؟ دي احلى حاجه في الدنيا بقى يعني. انت بي ام بي اوت دي، انت عايز بس انك ايه تدخل وتخرج. ما بتعملش حاجه في حياتك. انت اوريدي بس انت بتاكتيفيت البلوتوث والجي بي اس عندك على الموبايل، والموبايل الابلكيشن مفتوح. بس خلاص انت دخلت، في عندك بيكونز كده في المحطه بتديتكت انك دخلت، بتشوف الموبايل بتاعك الراجل ده دخل من هنا. تركب، تكمل، تخرج، خلاص في بيكون بيديتكت انك خرجت. بس انت ما بتعملش حاجه، انت حتى ما بتستخدمش الموبايل اصلا. فهو يعتبر تراست تيستد شويه يعني. برضو انت مش محتاج مصر يعني في العموم. في انظمه اي اف سي انت ما بتعملش تشيكن تشيك اوت، بتعمل تشيكن بس. فهو بيعتمد ان هو لا، ده في تراست هنا ما بينه وما بين الكاستمر. هو بس عايز
عايز ياخد وقت شويه، لان هو لسه الموضوع اندر ستادي، هو ما اتعملش بي ان بي اوت في اي حته لغايه دلوقتي، هو لسه الموضوع اندر ديفلوبمنت و... ولسه شغالين عليه. حتى هم لقوا شويه لقوا شويه مشاكل كده فيه. يعني مثلا احد الحاجات ان هو مثلا لو بطاريتك فضيت مثلا في انت وانت في المترو ما كملتش الجيرني مثلا، هيعرف منين مثلا انت خرجت فين؟ آه حاجه مثلا زي اللي هو الفروض، مثلا هو واحد دخل وقفل البلوتوث والجي بي اس او قفل الموبايل. الفكره هو لسه الموضوع محتاج ياخد شويه وقت شويه. هو اتعمل بره، ما اتعملش بي ان بي اوت، هو اتعمل بي ان تشيك اوت، بحيث ان هو هو بي ان بس لازم، لا لازم يفاليديت هو خارج، عشان برضه يكنترول الحته بتاعت الفروض شويه اعتقد يعني. انما هي كتكنولوجي لا، هي يعتبر مستقبل قدام شويه، لانه برضه هو الموضوع الناس بره داخله في الموضوع اللي هو الفيشل كوليكشن، اللي هو مثلا هو بيديتكت مثلا بفينجر برينت او فيس ريكوجنيشن، يعرف ان انت دخلت فخلاص كده كده ده التشيكن بتاعك. بس مش معمول في البابليك ترانسبورت، هو معمول في شركات عاملاه زي امازون، حاجات معموله على يعني يعتبر ال- نطاق قليل جدا، مش بابليك ترانسبورت بقى. لسه الموضوع محتاج ياخد شويه ديفلوبمنت وريسيرش لغايه لما يخرج لك حاجه روبست كده تستخدمها بقى في خط معين يعني. النقطه بتاعت الفيس ريكوجنيشن، انا شفت فيديو والله من حوالي شهر تقريبا، طبق في بعض المحطات في اليابان، اللي هو بيعدي م- بيسكان، بيعدي من على زي بوابه كده، م- بيسكان وش الراجل اللي داخل، وده التاب ان بتاعته. بس كان لسه برضه تحت التجربه، ما كانش لسه اتعمل. ده كنت فيديو شفته. النقطه التانية برضو القصه بتاعت اللي هو انا لو قفلت تليفوني، يعني انا اعتقد، وحضرتك برضو صحح لي، ان انا لو في راكب دخل وقفل تليفونه، او تليفونه فصل شحن او حاجه زي كده، تقريبا السيستم هيحاسبه على اعلى سعر تذكره، وممكن يعني اكيد يعملوا بلوك حاجه زي كده، اللي هو اكيد. هيبلوك الاكونت ده لما عايز تدخل تاني. همنعك لحد ما تحل المشكله اللي بيني وما بينك في الفير، الرحله اللي انت عملتها وما دخلتش، ما دفعتش فلوسها دي. مثلا يعني ده حل من الحلول. كان في مشكله تانية برضو، حوار ان هو لو انت مثلا في زحمه مثلا، البيكونز نفسها ما بتقدرش تكت كل الناس في نفس الوقت، فبرضه فبيحصل كفاءه ايرور مع السيستم بعض لسه. لسه، فلا في لسه الموضوع اندر تيست لغايه لما نشوف تجربه كامله بقى ظهرت يعني. ساعتها نحكم يعني. نحكم عليه. خصوصي هيلاقي لها حل برضه هندسه. احنا نمسك خصوصي لا يا عم، لا دماغ تقولش نفسك برضه خد حاجه. بالك يعني. اه لا نحاسبه على لا نحاسبه على لا تكون. اعلى سيناريو ده. دماغ بس على متكلفه. فكره اوريدي على فكره النظام ده عندنا في المترو دلوقتي، لو انا عملت تشيك ان وما عملتش تشيك اوت، انا بخصم منه تاني يوم، بخصم منه رحله كامله على الماكسيموم، هي موجوده يستاهل يا اصلا. باشا. فهو برضو انت ناوي تزوغ، فاللي هو لا لازم يبقى فيه. طيب، هندسه، خليني اسال حضرتك بقى سؤال تاني، خاص بالمجال نفسه. انا دلوقتي لو حد مهتم ان انا ادخل مجال الاف سي، وانا لسه مهندس حديث تخرج، ايه اللي محتاج اكون عارفه؟ او لو حضرتك هتعملي انترفيو، ايه هي الصفات او المعارف اللي محتاج ان تكون تلاقيها موجوده فيا؟ دي واحد. التاني، انا لو مهندس برضه اف سي حاليا في المجال، ازاي احسن من نفسي وازاي اطور من نفسي؟ بص، هو للاسف المجال ما فيهوش يعني، ما تقدرش تعمل سيرش على النت مثلا كده وتلاقي داتا تقدر تذاكر منها اف سي، ده للاسف. وبرضه مش واخد حقه زي السيجنالينج مثلا. يعني انت السيجنالينج في الستون يونيفرستي، فبتديك نولج السيجنالينج كلها. حتى في هيئات بره انت ممكن تديك زي منهج كده سيجنالينج تقدر تذاكره. حتى السيجنالينج ليه كتب اصلا بتتباع يعني، كمجال تقدر تشتريها وتذاكر، برضو تذاكر البرنسبلز وتبني عليها بقى على حسب لغايه اخر ترندز موجوده دلوقتي. للاسف الاف سي مش واخد حقه في القصه دي يعني. انت برضو وللاسف برضو حتى هو في ناس ما تعرفش ان في مجال اسمه اف سي اصلا. فانت محتاج انك يعني انت ممكن اي حد لو مهندس باك جراوند كهرباء او ميكاترونكس يبقى كويس جدا. شويه نتورك، يعني ذاكر شويه نتورك، شويه سوفت وير، شويه داتابيز، ويبدا ياخد بقى دوكيومنتيشنز بتاعه المينتنس مانوال واليوزر مانوالز بتاعه سيستم معين، مثلا زي سيستم تالس في الخط الثالث او في الخط الاول والثاني، او مهم. سيستم اندرا في الخط الاول والثاني. يبدا يذاكر المانوالز دي. انت وانس انك فهمت سيستم
بنظامه بالاتش ار اس بتاعته، الهاردوير سبيسيفيكيشن بتاعته، بالمسجنج بتاعه، الناس الايكومنت بيتكلم بعضها ازاي، التون بيكلم الاس يو ازاي، الجيت بيتكلم الاس يو ازاي، الاس يو بيكلم ال سي يو ازاي، البروتوكولز اللي ما بين الايكومنت مع بعضها يفهمها. اعتقد ممكن يبني عليها اي مانيفاكتشر تاني. يعني لو اتعامل مثلا مع افيك هيقرا دوكيومنتيشن، لا هتوصل له الدنيا بسرعه، لانه خلاص هو البيز عنده. هو للاسف هو محتاج يخش المجال في اي شركه ويبتدي يبلد النولج بتاعته. انما بره لا، للاسف الموضوع مش سهل للدرجه. انت محتاج هتبتدي بمانوالز بتاعت مانيفاكتشرز، وبالمانوالز دي او من النولج دي تبدا تعرف بقى السيستم، وتبدا حتى لما تسيرش، لما تشوف الترندز الجديده تبقى فاهم لا ده القديم كان كذا، ده اللي موجود حاليا كان كذا، والمفروض ان لا اللي جاي هيبقى فيه كذا مثلا. دي باختصار الستبس. طب هندسه، حضرتك ما فكرتش تعمل كورس في الجزء ده في الاي اف سي، او مقالات او فيديوهات تصورها تشرح فيها انترو على الاي اف سي؟ والله بصراحه لا، بس هي فكره طب ليه بصراحه. لا؟ طب يعني ما احنا انكرش ان هي من فكره من كويسه من بصراحه، موقعي ليه هذا لا انا فعلا. ومصطفى بندعو اه حضرتك ليه لا. تعمل. اه والله بجد يعني، فكره ان هو احنا عارفين ان والله فكره في كويسه جدا فقر. بصراحه، وبعدين برضه هو ما فيش اصلا. اه انا ممكن اجيب لحضرتك المايك ده تسجل منه، يبقى انا كده ساعدت يعني على قد ما اقدر. وانا هعمل لك قهوه واظبط معاك اي حاجه. بص انا همسك البوفيه، هساعدك باي حاجه. وانا ممكن اساعد في حبيبي اخراج الايديتنج بتاع الفيديو. حبيبي. والله ما بس انا بتكلم بجد، والله والله اللي بص هو هنساعدك باي حاجه يعني. والله الفكره كويسه جدا بصراحه. يعني للاسف هو فعلا زي المجال شحيح، والداتا شحيحه بصراحه. يعني بالظبط. أنا حتى لما بعمل سيرش على حاجه، لو انا عايز ماتيريال انا ما بلاقيش، يعني بلاقي مقالات بس. مم. انما كماتيريال برغم السيجنالينج لا بلاقي فيها ماتيريال بصراحه. بلاقي لا في ماتيريال، وحتى اليوتيوب فيه فيديوهات كتير، في تشانلز كتير شارحه سيجنالينج بعكس الاف سي. خلاص يعني، ما هي يعني حضرتك فكر محتاجه. في الموضوع بس واحنا معاك صدقني. خلاص ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. طيب الجزء التاني بقى من السؤال، انا لو مهندس شغال اي سي دلوقتي، سنة سنتين خبرة تمام. وعايز اطور من نفسي، اعمل ايه؟ بص، انت سنه سنتين خبره فين؟ تختلف اوبريتور ولا مانيفاكتشر. يعني الخبره اللي انت بتاخدها وانت شغال مع مانيفاكتشر غير اللي انت بتاخدها مع الاوبريتور. لان الخبره اللي انت بتاخدها مع المانيفاكتشر، لا انت طول الوقت بتاخد خبره. لان هم بتاخد خبره حاجتين: خبره المينترنس، وخبره المشاكل اللي بتطلع لك من المينترنس وبتتحل ازاي. ودي حاجه كويسه جدا. وعندك فرصه وانت شغال مع مانيفاكتشر انك تخش في حته الديزاين، يعني انك تشوف الديزاين نفسه لما بتيجي تاخد مشروع من الاول وجديد تعمله ازاي. بس انت محتاج تبقى حاجه اوف شور بقى، يعني انك تطلع اوف شور. وفي ناس انا اعرفها مصريين في تاليس راحوا اوف شور. يعني هم كانوا في اللوكال تيم بتاع الشركه في مصر، وراحوا اوف شور واشتغلوا مع الديزاين تيم في فرنسا. ونفس النظام اعتقد في ناس في الستون برضو. عظيم. فالفكره انت لو انت مع اوبريتور بصراحه الخبره مع مانيفاكتشر اكتر، انك بتاخد النو، يعني على الاقل مش بتعرف النو هاو، بس انت بتاخد خبايا السيستم زي ما بيقولوا. مهم. دي تبقى المشكله اللي اكسبوجر هي مش عند اكتر، الاوبريتورز. عندك اه اكسبوجر بالعكس اكتر على الاوبريتور. السيستم. اه الاوبريتور لا ما بيعرفش خبايا السيستم قوي زي مفهوم. المانيفاكتشر. مظبوط. فانت لو انت مثلا في مكانك اوبريتور، لا اقرا كتير. يعني الفكره انك محتاج تقرا كتير، تقرا دوكيومنتيشن كتير، اكسبوجر كتير بقى مع المشاكل. ما يعني ايه، احضر تي ان سي. يعني النيو فيزز لا هي فرصه كويسه جدا انك تحضر فيها عشان تاخد خبره حلوه جدا. ما عندكش الخبره بتاعت الاكسبوجر زي اللي في المانيفاكتشر، لا بس النيو فيزز كاختبارات لا بتديك خبره عظيمه جدا جدا. يعني انت بتشوف المشاكل قدامك، يعني بتشوف المشاكل مهم. بتفاصيلها زي ما بيقولوا. وبت وانت بتبقى خلاص انت عارف ايه الحل فين او المشكله فين.
انت بيبقى واقف معاك مثلا كونسلتنت، واقف معاك المانيفاكتشر نفسه، لا انت بتشوف المشاكل وبتبقى عارف اولها فين واخرها فين، فهي خبره كويسه جدا لو انت شغال مع اوبريتور. ما تفوتش تي ان سي خالص. اوكي بس تمام. نصايح قيمة جدا. انا بالنسبه لي مصطفى انا خلصت الاسئله اللي عندي. انت عندك سؤال تاني المهندس فاضل؟ لا انا برضو انا مكتفي جدا يعني، ربنا يبارك فيه يا رب وينفع بيه. احنا شاكرين جدا يا ان شاء هندسه الله انا حبيبي يا بقول لك هندسه، ربنا يا يخليك. باشمهندس محمد الحلقة دي هتكسر الدنيا. باذن الله. انا شاكر جدا لحضرتك على على الحلقه، وشاكر على المعلومات تمام. العظيمه اللي معلش انا حضرتك الصراحه لا بامانه والله يعني حضرتك اضفت لنا كتير يعني ان شاء الله، وللناس اللي بتسمع كلها. وتاني بجدد الدعوه لحضرتك ان يعني اي فرصه او اي مساعده نقدر نوفرها انا ومصطفى، سواء في التسجيل، في الايديتنج، في اي حاجه، بحيث ان حضرتك تقدر تطلع باي محتوى حتى كانترو للاي اف سي. احنا اعتقد مصطفى يوافقني الكلام ده جدا. احنا مستعدين طبعا باي دعم طبعا. نقدر نعمله. يا باشا انا شاكر ليكم جدا بصراحه العرض ده، وان شاء الله الفكره دي يعني هاخدها في محمل الجديه ان شاء الله. باذن ان الله شاء الله هندسه، باذن متشكرين الله. يا حبيبي على وقتك وذوقك، وربنا يكرمك يا رب وينفع بيك يعني، جزاك الله كل خير. وجزاك يا هندسه، ربنا يخليك. حبيبي شكرا يا حبيبي انا هندسه. ربنا اتشرفت مع يبارك. بلقاكم، وان شاء الله يعني نتقابل شرف لينا في هندسه. قريبا يعني. باذن الله، ان باذن شاء الله. الله، ان شاء شكرا الله جدا ان ان هندسه. شاء شاء الله. الله، ان شاء السلام. الله.